اهلا بيكم يا اساطير، عاملين ايه؟ اولا بشكركم على دعمكم في الفيديو اللي فات، ومبسوط جدا ان الفيديو عجبكم. اما دلوقتي بقى يلا بينا على طول نخش في الجزء التاني من حكاية مينج عاشق القطط. زي ما شفنا في الجزء اللي فات ان مينج اتنقل لعالم تاني واكتسب وقتها نظام بيساعده على زيادة قوته، وشفنا كمان انه دخل هو والقط تشو في جسم شخص ميت وكان مخطوف من قطاع الطريق، لكن مينج بيقدر يهرب في الاخر بعد ما طور قوته، ودخل وقتها في قتال شرس قدام قرد شيطاني. بس بعدها بيكمل في طريقه لمدينة ووشان لكنه بيكون تايه، بس بيقابل راجل عجوز وبيستضيفه في المنزل بتاعه كمان. وفي المقابل بطلنا بيقدم ليه المساعدة وضرب المتنمرين اللي كانوا جايين يسرقوه. وخلصت الحلقة ان السيد الشاب التالت بتاعهم وصل، وبطلنا بيروح وقتها عشان يتصدى ليه هو كمان. وبنبدأ وقائدهم الشاب بيقول لمينج هو انت مين يا عم انت؟ لكن مينج بيرد عليه بطريقة مستفزة جدا، والبنات اللي موجودين حواليهم بيبدأوا يعجبوا بيه كمان. فالكلام بيعصب الشاب جدا وبيقرر يستخدم قوته وبينزل عليه صعقة من البرق، وده عشان يخليه ينزل من فوق السطح اللي هو عليه ده. وبنلاقي ان مينج نزل فعلا وبيقول له ان هو الابن الاكبر لعيلة مينج، والكل بيكونوا مذهولين جدا لما عرفوا ان هو من عيلة مينج اصلا، وبيبداوا يكلموا بعض ان هو اكيد اللي هيقدر ينقذهم. بس السيد الشاب التالت بيرد بسخرية ان ابن عيلة مينج مات اصلا وان هو دلوقتي هيطلع عينه. لكن مينج وقتها بيحط في وشه شوكولاته ابن اليشيم، وهنا السيد الشاب التالت بيخاف جدا ويقول له انت مين يالا انت؟ ده مينج مات فعلا اصلا. بس السيد الشاب وقتها جمع كل قوته برضه بيوجهها ناحيه مينج وبيقول له سواء كنت انسان ولا شبح ولا بتسمي نفسك مقاتل ولا شكلك ايه بالظبط، القوه ديت هتموتك دلوقتي. وبنشوف ان مينج بيطير حرفيا، لكن في نفس اللحظه بيقوم بشكل اقوى وبينزل ضرب في السيد الشاب التالت وبيتخلص منه كمان. فالحراس بتوعه وقتها بيرجعوا قدام مينج وبيقول لهم بكل ثقة بقى يلا نرجع للزراعة. وبالفعل كلهم بيرجعوا للحقل من تاني، بس بعدها مينج بيكون قاعد في عربية وبيجرها الحراس دول، وبيكون رابط السيد الشاب التالت في العربية وبيجري وراها كمان. بس وقتها في عربية تانية بتعدي من جنب مينج وبيشوفوا وقتها مجموعة تانية من الحراس والزعيم بتاعهم بيكون على الحصان. لكن بنلاحظ ان الحراس دول بيجروا بسرعة كبيرة جدا، لكن الزعيم بتاعهم بيقف مرة واحدة عشان يكلم مينج وبيؤمر الرجاله بتاعته دول يبعدوا عن الطريق، وبيقول لهم ان ابن عيلة هاي رجع دلوقتي وعاوزين الطريق فاضي. بس زعيم الحراس دول بيشوف ان هو مينج وبيتاسف ليه وبيقول له بقى ان ابن عيلة هاي رجع دلوقتي عشان يتنافس معاك، هيزعلك ولا ايه؟ بس بطلنا بيرد عليه بطريقه وقال له انه مستعد يواجهه في اي وقت اصلا. بس في اللحظه ديت بتظهر نافذه النظام اللي بتوضح ان اللي قدامهم ما تاثرش بالقوه دي، وتشو بتقول له ان هي كانت متابعه الموضوع من بعيد ويبقى كده عندهم محارب جديد هيضيفوه للقائمه بتاعتهم. وبالفعل بنشوف ان مينج راح مع الناس دول، لكن تشو بتحذره وتقول له ان اقل واحد فيهم من المستوى الاول، وان رئيس المحاربين مستواه مش ضعيف ابدا. فرئيس الحراس وقتها بيطلب يتعرف على بطلنا اكتر ويساله ايه حكايته، فبطلنا بيقول له ان هي صدفه حلوه ان هم اسمهم زي بعض. وفي اللحظه دي بنكتشف ان رئيس الحراس لقبه مينج برضه يا جدعان. فبطلنا بيقول له يمكن عيلتنا يكون ليها نسب واحد ولا حاجه وبيكون نفس الاصل عندهم. لكن بيعدي عليهم الوقت ومينج بيكون قاعد مع السيد الشاب اللي كان مرعوب اصلا وبيترعش من الخوف. فبطلنا ساله ازاي بعد ما شاف قلادة اليشيم قدر يعرفه على طول، وبتقول ان انا ميت كمان. فالشاب بيقول له بخوف ان الحجر اللي مصنوع منه القلاده فريد جدا، وان حتى القلاده ديت ما ينفعش تتقلد اصلا وان هو مميز بيها. فساعتها كمل وساله ان هو عارف هويته منين وليه كان عاوز يقتله كمان. فبيبدا الشاب يحكي له اللي حصل ويقول له ان من 10 ايام استدعوه للقصر، وهناك السيده ليو اللي هي والده مينج طلبت منه يقتله لو لقاه، وان لو ما لقاهوش برضه يتاكد من خبر موته. فمينج بدا يفكر بصوت عالي وقال لنفسه كنت متاكد ان عيله مينج ديت بتخطط لحاجه ضده، لكنه ما بيكونش عارف مين فيهم اللي ضده بالظبط. وبعد ما سمع الكلام بيقرر بقى يرجع للقصر من تاني، لان عنده فضول دلوقتي يعرف رد فعلهم ايه لو عرفوا ان هو عايش. لكنه بعد ما بيستجوب السيد الشاب قرر يسيبه مع الحراس لانه شاف ان هم بقوا مخلصين ليه خلاص. وبعدها بيتسحب بهدوء للقصر عشان يكتشف ايه اللي بيحصل هناك. لكن وهو مستخبي في القصر بيشوف راجل عجوز قاعد يصلي، وبيعرف وقتها ان اسمه فو خادم كبير لعيلة مينج. فبطلنا بيستغرب ازاي كبير الخدم لبيت مينج لابس بالشكل الغريب ده، لكنه قبل ما يكمل تفكيره فجأة بيخش عليهم اللورد الشاب للقاع واللي كان بيتكلم بوقاحة كبيرة مع الراجل العجوز وقال له انت ليه مصمم تشتغل هنا يا عم؟ انا امي حذرناك قبل كده لكنك مصر. فمينج
بيلاحظ ان الشاب دوت وجح جدا وغبي كمان، لكنه للاسف بيعرف ان الشاب دوت هو اخوه، لكن علاقتهم كانت سيئة جدا. فالراجل العجوز وقتها بيكلم الشاب بقلة حيلة ويقول له ان الناس اللي بيهجموا عليهم ويطردوهم دول مخلصين لعيلة مينج، وان لو كان السيد الكبير ولا الشاب مينج نفسه هنا ما كانش ده هيحصل ابدا. فاللورد الشاب وقتها بيرد بعصبية: وانت ازاي تتجرأ وتتكلم معايا كده اصلا؟ هو انت مش عارف بيتكلم مين؟ ده انا القائد دلوقتي يا عم. وبيهدده بقى ان هو هيخفض رتبته ويخليه خادم ملوش اي لازمه لو كمل كلامه. بس في اللحظه اللي بيقرر الشاب يعاقب العجوز دوت وبيامر الحراس بكده، مينج بيقرر يتدخل لانه مش راضي عن الطريقه ديت اصلا، وبيخلي التابوت اللي موجود قدامهم يتحرك وبدا يعمل صوت غريب كمان. فالحراس والشاب دوت بيتخضوا جدا وبداوا يخافوا كمان، وبيفكروا ان دوت ممكن يكون عفريت ولا حاجه، وكلهم بيطلعوا جري بسرعه من المكان من غير ما يبصوا وراهم اصلا. فالراجل العجوز وقتها بيكون واقف لوحده، وعلى الرغم من كل اللي حصل ده كان عنده شك ان الشخص اللي بيعمل كده هو بطلنا فعلا، وبيقول له لو انت منجي فعلا انا مستعد انفذ ليك اي اوامر. لكن بيعدي الوقت وتاني يوم بيجي وبيكون في تجمع كبير من الناس قدام القصر، وبيكون الراجل العجوز فو هو اللي بيقودهم كمان، والناس دول بيكونوا معترضين على اللورد الشاب ومش عاوزينه يمسك الحكم لو لفتره مؤقته كمان، وده لانهم اشتغلوا بشكل جد جدا، بس الشاب دوت مش راضي يديهم اي فلوس. بس فجأة الأم بتطلع من القصر وبتواجه الراجل العجوز كمان، وبتقول له بشكل حاد جدا: هو أنت ليه واقف ضدنا يا عم؟ أنت ده العيلة كانت بتعاملك كويس. وبتكمل كلامها وتقول له: هو انت ليه اصلا بتطلب فلوس في مكان عام بالشكل ده؟ وبالمناسبه بقى يا جدعان، هي ديت نفس الحربايه اللي امرت بقتل مينج. فبنشوف وقتها الراجل العجوز بيرد بكل هدوء وقال لها: ما تحرقيش كلام كتير، الناس ديت اشتغلت عشان العيله وما خدوش اي فلوس منكم. بس في اللحظه ديت اللورد الشاب بيظهر وقتها وبيتكلم بشكل وقح جدا مع الناس، وبيقول لهم: انتوا ازاي تتجرأوا وتتجمعوا كده قدامي اصلا؟ فالحربايه امه بقى بتقول له بشكل حاد: لو سمحت استخدم مخك بقى المره دي وما تعصبنيش عليك. وما ينساش بقى انه بيمثل عيله مينج دلوقتي قدام الجميع، لكنه ما بيسمعش كلامها برضه وبيقرب من الراجل العجوز وبيمسكه من قفاه. لكن الراجل بيقول له بقى ان روح الاخ الكبير ظهرت امبارح، فبيروح الشاب وقتها وبيمسك جزء من التابوت وبيكسره وبيستهزأ بيه، وبيقول له بقى ان لو روحه ظهرت امبارح بالفعل ما ظهرتش ليه دلوقتي. فبيطلع وقتها صوت من التابوت ومينج بيخرج لهم منه كمان، وكل اللي في المكان بيتخضوا، ولورد الشاب بيقعد يعتذر بقى وهو خايف جدا. بس امه بتروح ترحب بيه بقى من تحت ضرسها وبتتصنع الحب قدامه، وبتفهم في الوقت دوت بقى ان الناس اللي بعتتهم ما قدروش يعملوا اي حاجه لمينج. لكن بعدها بتقول في نفسها ان هي كده كده كانت مستعده لموقف زي ده، وبتكون فعلا مأجره مقاتل قوي عشان يواجه مينج بشكل مباشر. وبنشوف ان المقاتل ده بدأ يستعرض قوته قدام الناس، والحشد اللي كان متجمع قدام القصر بيكون منبهر بيه جدا وبقدراته القتاليه كمان، وكانوا كلهم فاكرين ان مينج مش هيعرف يعمل حاجه قدامه. لكن لما بدأ القتال بين مينج والمقاتل دوت الامور كلها اتغيرت خالص، لان مينج قدر يتعامل معاه وبكل سهوله كمان. وفي النهايه مينج بيكون قضى على المقاتل دوت بدون مجهود يذكر حتى، وامه بتكون قاعده تراقب الوضع دوت من بعيد وكانت مذهوله من قوه ابنها، وبتفكر وقتها في الخطوه الجايه اللي ممكن تعملها عشان توقف ابنها اصلا. بس بعد ما مينج بيقضي على المقاتل دوت بكل سهوله، بيلف وقتها للناس اللي كانوا متجمعين قدام القصر وبيقول ان هم عيلته دلوقتي، وانه هيعمل كل اللي عنده عشان يحقق ليهم العداله. وفي اللحظه ديت واحده من الناس بتتكلم بتعجب وقالت: هو ازاي عايش اصلا يا جدعان؟ هما مش قالوا ان هو مات وان جنازته النهارده اصلا؟ بس في الوقت دوت بقى كان رئيس الحراس اللي قابله مينج على الطريق مع حراسه واقفين في التجمع، وشاف كل حاجه بعينيه. فمينج بيعتذر بقى وقال له كان لازم استخدم اسم تاني عشان محدش يتعرف عليا، وانه عشان كده بقى اضطر ان هو يكذب عليه في الاخر. بس بعدها مينج بيطلب من الناس يمشوا خلاص ويرجعوا لبيوتهم، وطلب منهم كمان ما يطلعوش اي اشاعات عن اللي حصل النهارده. واخيرا بقى مينج بيوجه كلامه لامه اللي كانت واقفه مرعوبه قدامه، وبيقول لها ان اللي حصل دوت مساله عائليه وان هم هيحلوها جوه القصر.
لكن بعدها بنشوف عربية ماشية في الطريق وفي واحد بيتكلم مع الرئيس بتاعه ويقول له واضح ان مينج ده مش سهل ابدا، لان اللي حصل النهارده يثبت ان هو مش شخص عادي ابدا. لكن رئيس الحرس بيرد بتكبر ويقول ان هو مجرد واد احمق اصلا، وان قريب جدا هيقدر يتخلص منه من العيله بتاعته كلها كمان، وانه مش هيسمح لاي حد يقف في طريقه ابدا. وبيكون واضح كده يا جدعان ان الشخص ده بيخطط لحاجه كبيره جدا ضد مينج والعيله بتاعته كمان. لكن داخل القصر مينج بيكون قاعد مع امه واخوه كمان، وبيكونوا قدامهم رئيس الخدم، وقدامه كان فيه مجموعه من المستندات الخاصه بالعائله. وبعد ما بيقراهم كلهم بيلاحظ ان العيله بتخسر فلوس كتير جدا في الفتره اللي فاتت، ودوت بسبب تصرفات اللورد الشاب اللي هو اخوه. فمينج بيقول لامه انا عندي فضول اعرف دلوقتي اعمل ايه لابنك كعقاب. فامه بتقول له ان هم اتضحك عليهم من الطرف التاني، لكنهم كانوا فاكرين ان هو ميت بسبب الاشاعات اللي اتقالت، وعشان كده بقى اتصرفوا بالشكل ده. بس فجأة بتظهر نافذة النظام قدام بطلنا، وبيتعرض عليه مهمة جديدة، وبتكون لازم انه يرجع اقتصاد عيلة مينج المفقود واللي استولى عليه المنافس بتاعه. وكانت الجايزة هي فتح مرحلة الوئام الخالدة في النظام. فتشو بتقول ان جوائز اللعبة دي قوية جدا، وان لو مينج قدر ينفذ المهمة بالفعل ممكن يعمل تغيرات كبيرة جدا. بس بعدها مينج بيبص لامه وبيقول انه عاوز يزور ابوه لانه سمع انه تعبان الفترة الاخيرة وعنده اعراض غريبة جدا. وبنشوف انه راح لابوه بالفعل وبيطمن عليه، لكن بيلاقي انه نايم ومريض جدا. وبعدها بيسأل رئيس الخدم لو في دكتور بيتابع حالته ولا ايه بالظبط. فرئيس الخدم بيرد وقال له ان امه وظفت عدد كبير من الاطباء المشهورين في القرية، لكن ولا واحد فيهم قدر يعالج المرض ولا يحدده اصلا. بس في اللحظة دي بطلنا بيفتكر الطبيبة ليه، واللي تعتبر مشهورة بمهارتها الكبيرة، وبيسأل ليه ما استدعوش الطبيبة ديت لهنا. فرئيس الخدم قال له ان هم فعلا حاولوا يجيبوها لكن ما كانتش موجوده في القريه في الوقت ده. فمينج وقتها بيلاحظ ان واحد من الخدم بيتنصت عليهم، لكنه بيعمل نفسه مش واخد باله برضه. وبنلاقي ان الخادم بالفعل راح وحكى كل حاجه للام اصلا. فالام طلبت من ابنها يتابع خطوات اخوه ويحاول يجيب الدكتوره ليه للقصر. بس اللورد الشاب يتعصب وقال لها هو انت بتطلبي مني انا اعمل كده؟ ده انا ابن عيله مينج الكبير، ازاي انا اركع واترجل مجرد دكتوره عشان تيجي؟ ولو هي شاطره كده ليه ما حاولتش تيجي بنفسها من الاول؟ وبيقول برضه ان هم ممكن يخطفوها اصلا. بس امه بترد بعصبيه وقالت له هتفضل دايما غبي ومش هتفهم اي حاجه، لانه لو جاب الدكتوره وصحت ابوه بالفعل من المرض ده هيكون مديون ليه بحياته وهيفضله اكتر من مينج. فاللورد الشاب وقتها بيفرح لما سمع الكلام ده وقال لها ماشي هحاول اقنعها تيجي بالفعل. وبيكون واضح كده ان اللورد الشاب مستعد يعمل اي حاجه عشان يتفوق على اخوه مينج. والمشهد بيروح بعدها للدكتوره ليه اللي مشهوره جدا في المدينه بتاعتها، لكن الغريب ان هي مش بتقبل اي فلوس مقابل العلاج بتاعها للناس، ومهما كانت المغريات مش بتقبل كمان. وكتير من الاغنياء حاولوا يقنعوها تعالجهم بعروض كبيره جدا، لدرجه ان بعضهم اتنكر في لبس الفقراء عشان تستقبلهم، لكنها دايما كانت بتختار تعالج الحالات الاكثر خطوره وبس. وبنشوف ان السيد الشاب يقرر يتبع نفس الخطه وبيتنكر في شكل فقير محتاج المساعده. وبنلاقي ان في نفس الوقت مينج بيكون هناك، ولما بيشوف ان اخوه متنكر بالطريقه دي ما كانش قادر يوقف نفسه من التريقه عليه. بس فجاه بيظهر الراجل اللي كان بيخطط للقضاء على عائله مينج، وبيعرض على الدكتوره ليه سبيكه من الذهب عشان توافق تعالج والد مينج. بس في اللحظه دي اللورد الشاب بيمثل بكل جديه وبيقول ليها ان هو مستعد يركع قدامها عشان تنقذ ابوه. فبطلنا في سره بيقول انت اوفر قوي يا عم انت. لكن المفاجاه بقى ان ليه بتصدقه وبتفكر في طلبه بشكل جدي. وبنشوف ان هي رجعت من تاني للاوضه اللي بتفحص فيها المرضى، ووقتها مينج بيقرر بقى يجرب طريقه مختلفه ومميزه جدا. وبيكون في طريقه للاوضه بس اللورد الشاب بيحاول يوقفه وبيقول له انت كبير العيله دلوقتي ما ينفعش تركع قدامها، وان هو بقى اللي هيتوسل ليها. ومش عارف بقى ايه قله القيمه ديت يا جدعان. بس مينج من غير ما يسمع كلام اللورد بيتوجه ناحيه الغرفه بتاعتها وبيخرج ازازه علاج صغيره من جيبه. ويا ترى بقى ايه سر الازازه ديت وازاي ممكن تخلي ليه توافق تعالج ابوه؟ كل دوت هنشوفه في الحلقه الجايه. بس قبل ما تطلعوا من الحلقه عرفوني دلوقتي رايكم في الكومنتات تحت، ومحدش ينسى يفجر اللايكات والاشتراك في القناه كمان يا جدعان. واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. سلام.